التشتيت نتاعو وعظمه نتاعو في الميدان. نحكيو في حاجه اخرى عندها علاقه بالاداره. هو بالنسبه لي انا الاداره ما عنده عليها حتى علاقه، وما نتصور ما شافش حتى معناها بالحق ايش عملت انا في المسرح الوطني. لانه كيف نقول لك انا عملت 37 عمل في المسرح الوطني، معناها في مؤسسه عموميه معناتها مؤسسه عموميه الثقافه تحت شرف وزاره الثقافه، مش مؤسسه خاصه. ماهيش مؤسسه، وهذاك هو واجبنا. احنا رانا في وقت من الاوقات وصلنا نخدموا ب 18 ب 19 ساعه داخل المسرح الوطني، لانه طبيعه العمل نتاعنا والانتاج الدرامي يتطلب منا جهد. سلاح باش نحترموا معناتها التسلسل نتاع الاحداث وما نظلموش كذلك الطرف الاخر اللي هو المسرحي القدير والمبدع معناتها فضل جعيبي. شنو هو اللي صار قبل ان يتخذ القرار هذا؟ يقول لك امشي للارشيف، شنو اللي صار قبل؟ ما صار حتى شيء هكا معناتها كان قاعد. هاني قلت لك يعني انا بديت لك تو العمليه كيفاش سيدي. من اللي بدات الانطلاقه كما معناها وسبق اني قلت معناها الوضعيه هذه فهمتني. قال لي معناها شبيك ما باركتليش معناها فهمتني. هذا قبل ما ياخذ اللقاء الاول هذا اللي قالوا قالكش ما باركتوش علاش؟ على انه شد المسرح الوطني. قال لي ماكش فرحان. هذا علاش فرحان؟ ما فهمنيش علاش مانيش فرحان. على خاطر بالعكس انا مشيت له فرحان واحد وكذا، ومشيت قعدنا اللقاء الاول. كان الفرح معناتها ما كانش كافي ولا ما كانش شنو فرح كامل نعملوا طبال باش يبدا كامل ولا جاي واحد يزغرط فرح ناقص نقولوا معناتها ماهيش هذايا عمل. وسالك قال لك علاش ما باركتليش؟ علاش ما باركتلوش انت؟ هاني جيت باش نبارك له متاخر شويه، اما جيت باش نبارك له. فهمت شو الحكايه؟ المشكله في التاخير نتاع المباركه. اي المباركه جات مأخر شويه هكا. لازم المباركه من القرار. في مسيرتكم ما ثم حتى شيء، ما ثم حتى ادنى مشكله. انا عملت معاه صراحه والله العظيم. هكا جيت وفاضل جعابي اللي هو عملاق نتاع مسرح وعملاق معناتها ضمن المشهد الثقافي التونسي، يجي هكا ياخذ قرار كيما هذا اللي يثير كل هذه الزوبعه كل هذه الفعل. تصور معناتها ممكن هذا؟ ممكن برشا. ممكن برشا. لو كان تخليني نعطيك التسلسل الصحيح تعرف بعجاله مع التسلسل. بعجاله هي الحكايه الكل ما دامتش 3 دقائق معناها بعجاله. هو بعد الكلمه هذيك قعدنا مع بعضنا وحكينا. قال لي المسرح الوطني فهمتني اموره هكا تعبه شويه فهمتني كذا. نجموا سي سلاح معناها انا كنت وجليله مع بعضنا عباره عن المستشارين بتاعي فهمتني نتلهاو هكا ونعالجوا الارشيف نتاع المسرح الوطني. قلت له انا فما حتى مشكله معناها بالطريقه هذه وبالاسلوب هذا بالحق ما فما. لانه الاداره نتاعنا والمسرح هذا معناها حب من حبه وكره من كره. انا تعبت فيه وعرقت فيه وهزيته على كتافي في وقت من الاوقات فهمتني. انا والناس اللي تخدم معي مش انا برك معناها انا نحكي على مؤسسه كامله فهمتني. خدمت بعد الحكايه هذيك وقت مشيت انا. الاشكال الكبير شنو؟ انه عندي ورقه مصحح فيها الاداره القديمه باش نعملوا عمل مسرحي مع مؤسسه اخرى. تنجم تكون كوبرودكشن، تنجم تكون في تونسيه او اجنبيه. تونسيه. منير العرقي عندنا عمل عنده مسرحيه اسمها العساس ويحبني يمثل انا في شخصيه العساس هذا. دونك عملنا مطلب للمدير القديم الاسبق وصحح بالموافقه. احنا وخرنا ما حبيناش نبداو في جويليا لانه وقتها رمضان يجي في جويليا واحد وكذا. قلنا ناجلوا لسبتمبر. شد هو في جويليا. دونك انا احتراما فيه وقدر قلت له راهو عندنا هذايا فهمتي كذا ماذا بيا فهمتي معنى السبيل بعد ما نكملوا العمل هذا نرجع منه ونواصلوا العمل نتاعنا ما في حتى ادنى مشكل بالبساطه هذه وبالحكايه هذه. قال لي هذه من الناحيه القانونيه ما نعرفش شنو كيفاش تنجم تكون، ولكن من هنا نهار الاثنين الجاي فهمتي تو نجاوبك. رجعت له انا الاثنين الجاي على اساس انه باش يجاوبني. لقيته له في اجتماع. دخلت الكاتب العام قلت له سيد الكاتب العام فهمتني راهو هاي الوضعيه وهاو كذا وهاي. قال لي هذه قانونيه وسلاح برا مش يخدم على روحك ما عندك حتى اشكال. هذا موقف الكاتب العام. موقف الكاتب العام اللي هو قانوني وصحيح. واضح. نحكي بالقانون هذا قانوني وصحيح. انا قلت له احتراما في سي فاضل وكذا وقدر فهمتني وفما عشره كمان صارت قبل وخدمنا مع بعض. ماذا بيه يزيد هو فهمتني صح باش تبدا العمليه فهمتني واضحه. قال لي داكور. خليت له الورقه وخرجت على روحي. 3 ما فما شيء. نهار الاربعاء عمل لي تليفون الاداره كلموني. قالوا اهلا بكم سافا اش فما لاباس. قالوا لي سلاح راه عندك كستيونير. كستيونير تاع شنو؟ قلت له مشيت للكستيونير. شنو لقى فيه الكستيونير؟ قال لي انت لازم اشرح سبب غيابك من 21 ماي في حين هو شد 14 جويلية. 21 ماي
فاش؟ لانه استمراريه الاداره معناتها المسؤوليه هو الاداريه. لا هو العرض الاخراني اللي عملناه نتاع الرهيب، مسرحيه الرهيب، واللي هذا موضوع اخر كبير، واللي يوقف العمل هذاك معناها على التوزيع نتاعو في واحد، وكان هذاك موضوع اخر. ولا واحده ثانيه، انا معناها امرتك بدرشمه معالجه الارشيف الوطني ولم تستجب الى ذلك. دونك ولا فما قرار غلط، لانه انت معناها اداريا حتى كي باش تقول لي برمشي للارشيف تعمل قرار ونشوف انا نقول لك ايه ولا لا. هو ماهوش قرار، العمليه كانت باستحباب. انت طلبت انا باش نعاونك في كذا، في بعض ارشيف المسرح الوطني واللي هو نتاعنا واللي هو تاريخنا، ومش تاريخنا احنا برك، هو تاريخ البلاد يعني، ويتسجل فهمتني هذاك الكل. فهمت؟ دونك انت ما عادش انت تحاسب فيا تقول لي جاوبني فهمتني على قرار اللي هو ما انت ما هبطوش، يعني حد ما في باله به، في حين انه العقد نتاعي انا مع المسرح الوطني وموجود عندي عقد تكميلي، ربما ينجم يكونوا هما ضيعوا في الواحد ولا ما ضيعوش. انا عندي في العقد التكميلي اللي انا راه ممثل، مانيش معناها ارشيفيست. معناها كل احترامي اللي هي مهمه كبيره ياسر الارشيف، وهذيك معناها خلفيه بلاد كامله تبدا موجوده، والناس اللي تخدم ذاكره كامله انا نحترمهم ونقدرهم تقدير كامل. اعطيتنا انت سرد تقريبا الوقائع معناها الوضعيه في مدير الوقائع الزميل محمد المي. محمد، ما تراش معناتها امر غريب هنا يحصل في تونس؟ المحرقه هذه الابداع اللي قاعدين نعيشوا فيها، كي نشوفوا نتيجه التعسف الاداري بطبيعه الحال. مثلا كي نشوفوا اللي صار منور سمادح، اللي صار ولاد احمد، اللي صار العشرات المثقفين، قرارات اداريه معناتها تجي تتعامل مع مبدع مثقف بامكانه ان يعطي الكثير لصوره تونس، تجي معناتها هكا في عمليه ثأر ولا انتقام ولا تصفيه حسابات شخصيه، تجي تقضي على مبدع ولا مسرحي كما حصل للمبدع معناتها الساحل مصدق. التعسف الاداري، وخاصه هنا الغرابه تجي لما ياتي من مبدع اخر اللي هو فاضل الجعايبي بمكان فاضل الجعايبي. انا ما نعتقدش اللي قضيه الحاد هذه المظلوم فيها هو سلاح مصدق فقط، وانما المظلوم الاول في قضيه الحال هو الفاضل الجعايبي نفسه. الفاضل الجعايبي كيفاه؟ الفاضل الجعايبي نفسه هو كمبدع ظلم او تسلط عليه ظلم، لأن السيد هذا المفروض يحال على الأرشيف ويدخل للأرشيف، مش يحطوه على رأس مؤسسة وطنية. عمره 70 عام، عمره 70 عام، البلاد تعجب بالكفاءات. العطاء الإبداعي مش مربوط بسن معينة معناتها. احنا البلاد هذه تعجب بالكفاءات وتعجب بالطاقات الشابة وتعجب بمن يخرجهم المعهد العالي للفنون المسرحية. شباب. وحملت شهادات الدكتوراه وحملات الشهادات العليا. وكي نتذكروا احنا فهمتي ما سمي بالثوره علاش قامت من اجل تشغيل حاملي الشهادات العليا وما الشكل هذا. بعد نلقاو يجي فهمتني كيما سي فاضل الجعايبي هذا شخص فهمتني يتمعش من النظام بن علي ليلة فد، معناها كان الشوشوم تاع النظام بن علي. كان معارض ما كانش معارض. لا كان معارض، ما تظنش الراجل محمد كان معارض معروف. معارضه يا سي ابو بكر، يا سي ابو بكر وانت اعلم مني في هذا المجال. نعرفوا اللي المعارضه وقع التنكيل بهم، وقع تعطيلهم، وقع خلعان بيرواتهم، وقع فهمتي عرقلتهم، وقع منعانهم من السفر، وقع معنا فهمتي الاحتفاظ بهم في مراكز الشرطه. هي ما حصلش هذا الفاضل الجعايبي. الفاضل الجعايبي كان ياخذ منحه على الفضاء وهو ما عندوش فضاء، كان ياخذ دعم على الفضاء. في وزاره الثقافه في عدد خرجته مجله الحياه الثقافيه كما توفيق الجبالي معناتها بمناسبه مئويه المسرح. بمناسبه مئويه المسرح بمناسبة مئوية المسرح 2009 خرجت وزارة الثقافة أو نجاة جنات على وجه التحديد، خرجت تقرير قالت هاو احنا شو ندعموا هاو الدولة التونسية هذه والنظام هذا ايش يدعم في المسرحيين. فقالت لو سي الفضل الجعايبي ياخذ دعم على الفضاء، والراجل ما عندوش فضاء. كيما توفيق الجبالي عنده التياتر ياخذ دعم، كيما فهمت جليل بكار عنده معناتها. لا جليل بكار ما عندهاش، جليل بكار تتبع فاميليا تتبع فضل الجعايبي، ما عندهمش فضاء، ما عندهمش بلاصه فهمت. والموجود في كرتاج في مدار هذاك مدار نتاع رجاء بن عمار، هذاك منصف الصايم ورجاء بن عمار. هذيك قضيه اخرى وملف اخر، وهذيك حكايه اخرى زاده المفروض يتحل ملفها رجاء بن عمار ومنصف الصايم، خاطر هذايا نتاع البلديه والفضاء ذاك تدخل بن علي ودعمهم بن علي وبعضهم ولاو معارضين. هذه بارونات المسرح اللي كانت تحل ملف عام. كلمه كبيره هذه بارونات المسرح، وانا اتحمل مسؤوليتي كما اقول، وكلامي لا يلزمك انت ولا يلزم الحصه ولا يلزم الجنوبيه يلزم محمد مي شخصيا. البارونات نتاع المسرح هذوما فهمتي اللي تمعشوا من نظام بن علي وتمعشوا وانتو قاعدين يتمعشوا من الثوره ومش يتمعشوا حتى من انظمه اخرى مازالت مش تجي مادام هما موجودين.
ففاضل الجعيبي مظلوم راجل 70 سنه يحطوه على راس اداره المسرح الوطني. معليش من قله الكفاءات دخل في المسرح بالتجربه الوطني. نتاعو يمكن دخل في يعطي للمشهد المسرحي التونسي يا سيدي بامكانياته بالتجربه نتاعو بمسيرته الثريه. السيد هذا عمل كونترات لمرته، عامل حاليا كونترات لمرته في حاجه سماها هو خلقها اسمها مدرسه الممثل، يخلص فيها 50,000 على الساعه. منين ليك هذا عندي وثيقه رسميه انا انت تتحمل مسؤوليه كلامك اي طبعا انا نتحمل مسؤوليه كلامي. انا عندي فهمتني وثيقه اللي هو السيد هذا عامل كونترات لمرته جليله بكار في تقري في مدرسه الممثل. الساعه ب 50 دينار نتاعها، ساعه 50 دينار تاخذهم نت، هي 58,940 ولا شنو، باش هي تقبض 50,000 نت. هل يحق لمدير مؤسسه وطنيه انه يعمل عقد مع اقاربه مع زوجته؟ واحد. اثنين، علاش اختيار جليله بكار دون غيرها؟ لان الافضل يمكن. لا انت تقول الافضل، وشكون قال لك ما ثماش الافضل؟ انت قول الافضل، شنو هي معاييرك الافضل هنا؟ في نسمع بها حتى حد موضوع كما شو نسمع بها. هذه انا سمعتك به وهاو نقولوا انا في وسيله اعلام عامه. السيد هذايا وشو موقف وزاره الثقافه هذه؟ سامحني خلينا نكمل من غير ثم معلومات اخطر من هذا، اخطر خاطر سلاح تقول في كلام خطير محمد. سلاح مصدق مش شخصوص المساله، لا سلاح مصدق هذا ما له الا حلقه في سلسله طويله فهمت كلام من الاجراءات التعسفيه واللا قانونيه والتي تدخل تحت طائله الفساد واستغلال النفوذ اللي قام بها الفضل الجعيبي منذ توليه المسرح. هذا حلقه من الحلقات سلاح مصدق. في الحقيقه الاساءات اللي بدا بها اما حلقه مهمه باعتبار المنظمه الانسانيه يتعرض لها. مش هي هو حلقه مهمه، حلقه مهمه مبدع بمكان سلاح مصدق معناتها يتعرض لهذا التعسف الاداري. خاطر لهنا اذا نحبوا نحلوا المشكله ما نحلوش مشكله سلاح مصدق فقط، والمشكله لازم نستأصلوها. هي مسؤوليه شكون محمد؟ تو تحكي بتفاصيل تاع تجاوزات، مسؤوليه شكون هذا كله؟ مسؤوليه من عينه ومن اتى به الى المعركه. وزير الثقافه. وزير الثقافه مراد الصقلي اللي فهمتني معناها اختار انه يعينوا كما مراد الصقلي اختار انه الناس يعملوا لهم كونتراتوات نتاع 3 سنين وهو المفروض يعمل لهم كونترات نتاع قانونيا يكون عنده الحق. كما جاب ناس كما عنده الحق لو كان تلوج على مفهوم الحق لهنا مفهوم غامض وضبابي وواسع برشا واحد كل شيء لا يمكن حصره. وقت اللي انت تجي لهنا فهمتي معناها تجيب انت معناها من دون الكفاءات الموجوده في البلاد كلها راجل فهمتي كان قاعد على روحه مبدع، ربما احنا قاعدين للاسف نشهد في انحداره الابداعي لانه مسرحيه تسونامي اللي عملها بشهاده كل الناس انها مسرحيه هو مش وعمل مسرحيه اخيرا فيها اسمها عنف لم يتجرأ على عرضها في ايام قرطاج مسرحيه. هي بشكل السلاح المسرحيه عنف هذه اللي هي قال كلام كثير حولها، علاش ما شاركش بها في ايام قرطاج مسرحيه؟ والله يعني انت ادرى انا مع نجم تجاوبنا على الموضوع. ربما اما عرضت للاجانب الكل شو بنى خلفيه علاش عمل هكا؟ والله كي تجي تلوج ما تلقاش هذه ايام وطنيه معناتها، هذه انتصار فن رابع، فن مثلا راقي في تونس. احنا بالنسبه لنا احنا عندنا مسرحيه بتاعنا اللي هي برج الوصيف واللي هي اختمناه واللي هي نتصور انه عمل عنده قيمه نتاعو معناها واحد وكذا، وفما فنانين تعبت واشتغلت معناها واحد وكذا. دونك العرض نتاعها كان موجود يوم 17 فهمتني، فامر هو انه يتقدم نهار 16 لا لشيء لانه فهمت الناس السوق جماعه السوق اللي باش يجيوا معناها باش يحضروا بها خلطوا بعد التاريخ هذاك. دونك المسرحيه برج الوصيف معناها تصرف حتى في اعاده ترتيب ايام انت تقول انا ما نشاركش في وزاره الثقافه فين في هذا كله؟ ما نجمش نقول لك. لا شو نجمش نقول فما مسؤوليه ثم سلطه الاشراف الثقافه فما تو تاخذ ايام الوطني هي بالفرجه وهي اللي لا نتكلموا بشكل واضح. المسرح الوطني هو مؤسسه عموميه وبالتالي هنالك سلطه اشراف هي اللي تحدد السياسات او السلوكات حتى داخل المسرح. في الوضعيه هذه فما ايام قرطاج المسرحيه هي اللي مسؤوله على هي سيده نفسها ايام قرطاج المسرحيه يجي مدير مسرح وطني يتصرف يعاود يبدل الاجنده كما يحب مع تقدم يؤخر كيفاش معقول هذا؟ انا كما انا ما نمشيش انا بديجا لاداره المسرح. هل هذا زمان خاطر محمد هل هذا يفسر معناتها الغضب نتاع عاطف بن حسين وتقديم استقالته اللي رفضتها من بعد الوزيره؟ لا هذا موضوع اخر. عاطف بن حسين وتقديم استقالته هذا في ما يدخلش في الجو، ما يدخلش في الاطار بتاع هذا سياق اخر. هذا هو عنده معني بالامر هذا. معناها الموضوع عاطف بن حسين وتقديم استقالته هو الاساءه اللي وقعته عبر صفحات التواصل الاجتماعي خاطر هو كمستشار
تدخل او اداره المسرح تدخلت لحذف بعض المسرحيات و مش من بين هذه المسرحيات. لا لا هذا مش لا 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 موضوع اخر، له بهذا الموضوع لا من قريب ومن بعيد، ورجل تصور شخصيه وكذا، فهو قال انا ما جيتش لهنا مش لحياتي الشخصيه فهمتني عرضه للاستهلاك اليومي وللقاسي والدنيا، وقدم استقالته فرفضت وخرجت وزاره بيان دعمته. هذا موضوع اخر، لكن ربما نحب نحكيه خاطر في مؤسسه المسرح الوطني تحديدا والفاضل الجعابي على وجه الخصوص. انا سبق واني كتبت في الموضوع هذا، خاطر اول ما عمل سي الفاضل الجعابي جاء بدون مبرر، معناها فهمتني معناها هذه مشكلة اللي يجي يحب يفسخ اللي قبله. لا الفاضل الجعابي لا معترف لا بما قدمه يعني حسب ما رواه في سلاح مصدق مثلا، وصف المدير السابق اللي قبله هو غدا رواه في سلاح الوسائل التلفزيونيه وكذا، قال على انور الشعافي قال غلطه وزاره الثقافه اللي عينت واحد معاق، معناها هذه معناها انت هو تكلم سيد فتحي الهداوي، الوصف اللي قاله فتحي الهداوي ووصف اسمه حسام الساحلي، معناها فهمتني معناها لا فتحي الهداوي الكلمه اللي سب شتمه مع ذلك في معناتها وسوء التواصل هو وسائل الاعلام وسوء التواصل نتاعو تسكير الباب، معناها السيد هذا فهمتني معناها يجود بالتصريحات على من شاء ووقت ما شاء وكيف ما شاء، فهمت كذا لا يعبأ بوسائل الاعلام، ما يعطيهاش حتى قيمه، معناها وراونا حتى في قناه التونسيه اللي حضر فيها الحصه هذيك كيفاش سكر الباب على التلفزه، معناها السيد هذا على فريق صحفي على فريق صحفي، معناها التعامل السيء مع وسائل الاعلام والتعاطي السيء مع وسائل الاعلام. كيفاش فسر سلوكي من هذا؟ هل هو عنوان ابداع معناتها؟ هذا مش غلط، انا براش هو غلط، الراه مظلوم مسكين راجل كبير حطوه في الارشيف، هو المفروض راهو مش يبقى سلاح مصدق. عاد تبرر هذا بكبر السن نتاعو مش عيب لو كبر السن. ما عادش ينجم ما عادش يطاوق عنده عمر الابداع ما عندوش عمر يا اخي احنا تو نجيو نقولوا لبن علي يزيك راك كبرت فهمتي ارتاح، وما نجيوش لما بدعينا نقولوا لهم راكم كبرتوا وارتاحوا. الابداع مجال اخر في الفضل الجعابي ينجم يكون مسرحي كبير لكن يكون اداري فاشل، هو عمره ما مارس هذا الاشكال هو الكبير، الاشكال في الاداره، معناها انه معاملاته الاداريه معناها ما تمشيش مع الموظفين. ما نجم نبروها نقطه تجربه، ما يمنعش اللي فضل الجعابي اللي هو معناتها هرم. احنا لو ماناش نحكيو على القيمه الفنيه، اذا كان ثم تجاوزات في سلوكاته او بعض التعسف الاداري ما يمنعش زاد القيمه الاخرى نحطها جنب. اما لا احنا قلنا من الاول مره قلنا يا ودي احنا ماناش نحكيو على القيمه الفنيه، بالعكس معناها فدني بالنسبه لي انا انسان راهو عظيم سير البلان ارتستيك وفنيا وما فماش ما عندناش فهمتكو، لكن تعامله الانساني انا توا ناحيه في المسرح المفروض انه العلاقه تكون طيبه، الفنانين بين بعضهم، الفنانين يقدموا في حاجه ساميه للعباد، معناها يلزم علاقتهم مع الناس تكون طيبه، مش معناها راهو مش انا برك نعاني راهو اداره قديمه كامله تعاني، هو لو كان يلقى ليدو ينحيه بالكل ويحط هو دكتور حاجه محمد ضمن مشروع نتاع بنته سي فاضل الجعابي في المسرح الوطني، ضمن مشروع نتاع بنته ربما حكينا عليه والله انا ما ضمن مشروع نتاع بنته في حاجه ثابت هذا ثابت بالوثائق هذا على شركه فرنسويه يعمل ملف كامل هذا عمل ملف كامل على فضل الجعابي. وعلاش؟ مش انا خاطر كعمل صحفي مع الاقصائي اول شيء، ثاني حاجه تم التظلم هذا راهو سلاح مصدق هو اخر واحد يتكلم راهو في جماعه المسرح الوطني، راهو سبق جماعه المسرح الوطني وتظلموا عملوا وقفه احتجاجيه وتكلموا والناس ما سمعتهمش، ربما لانه سلاح مصدق نجم كبير وفهمتي كذا، وقت اللي يتكلم العباد الكل تسمع، ثم موظفين صغار وعملوا كذا ظلموا السيد هذا راهو وعملوا وقفه احتجاجيه وخرجوا وتظلمت قبلهم الممثله منى الحد القوي وتوفيق العايب وتكلموا وخرجوا في وسائل الاعلام وقالوا ما نحبوش نتكلموا فيه وطرد وعمل ودخل في البلدوزات ويعمل في حقق في علاقات شخصيه، السيد هذا يحقق في منافع شخصيه، وقت اللي انت تفطر في مرتك وتجيب مرتك وتعمل لها عقد مهما كان ابداع، فانت لما استغليت النفوذ نتاعك وحققت مصلحه شخصيه لنفسك يا سيد غالك غالط، ومهما كانت قيمه مرتك انا نجم نشكلك نقول لك سمى من هو اهم منها، علاش مرتك بالذات تقري في مستشاره مرته هو، وهي تقري في مسرح في مدرسه الممثل، وهي ما نعرفش شنو يسند اليها فهمتني حاجات اخرى فهمتي كذا، وكله يبرر بالصرف وبالنقد فهمتي كذا واحد يقول شيء، هذا السيد هذا يستغل في صفته ويحقق في مصالحه لنفسه ولفائدته عن طريق ما نحبوش شخص برشا محمد. انا باش نسالك سؤال، انا علاش كل ما يتولى مبدع معناتها فضاء ثقافي يتولى مسؤوليه اداريه
تحصل هالتجاوزات تاع صفرينا ايش يحصل في مهرجان كرتاج مع سمية مبارك، لان ايش يحصل زاد في مهرجان اداره مهرجان حمامات، في مهرجانات علاش وقت يحطوا اداري الامور تتعدى معناتها بشكل طبيعي، وقت يجيوا معناتها يقول لك اهل الثقافه هم ادرى بالشان الثقافي والتسيير والاشراف عليه، تصير هالمشاكل هذه كلها. هو للاسف خاطر تو المفروض الشان الثقافي في اللغه كان المثقفين، يعني هو المفروض هذا هو يعني هذا الاصل، هذا الفعل. اهل مكه ادرى بشيء يعرف، لكن ربما يلزم ترشيد المثقف. انا في تقديري لابد من ترشيد المثقف، يعملون دوره تكوينيه في التسيير الاداري. طبعا لانه المثقف في نهايه الامر، خاطر هو في نهايه الامر هو بعيد على العمل الاداري وبعيد على الانضباط وبعيد على اختصاص علمي وكذا، واحد يقول شيء وهذا فهمتي تسيير وهذا قرارات وهذا امر وهذا ما شنيا وهذا كيفاش معناه فهمتي حتى ثم تسلسل اداري وكذا، ينجم من جبين المثقف وينجم يروحوا فوق السفاسف والتفاهات الاداريه اللي هي في الحقيقه علم، واللي هي في الحقيقه معناها عندها ناسها وعندها فهمتي كذا واحد كل شيء، وهذاك علاش نظلموهم بعض المثقفين وقت يحطوا في موقع المسؤوليه في موقع كيما هكا سيخل وبالتالي يسيء الى صوره المبدع. صوره المبدع وصوره الثقافه. مش هذاك سلاح. هل وزاره الثقافه اللي هي سلطه الاشراف كما اشرت منذ حين على علم بالماساه هذه اللي عشتها ولا؟ اي في انا بالنسبه لي انا عملت مطلب وعملت ملف كامل. قبلش وزيره؟ لا قبلت انا لا انا ما شو قبل في الوزاره غادي؟ انا مشيت وهزيت الملف وصل، انا متاكد اللي وصل لي. انا قبل كان تمت به وصل. لا نحكي على الملف قبل. شو انا راني ما وصلت خرجت اتكلم للاعلام الا ما بعد ما استنفذت كل الوسائل والطرق الكل بما فيها سلطه الاشراف في وزاره الثقافه. قلت مش هزيت وانا طلبت من وزاره الثقافه اني ينقلوني فهمتني الى مكان ثقافي اخر فهمتني، على خاطر استحاله العمل مع تواصل العمل ما عادش فهمتني. وش فيها رد وزاره؟ ان شاء الله يكون ايجابي. احنا خاطر جديده الحكايه معناها واحد كذا، وان شاء الله يكون الرد ايجابي، واحنا ما زلنا ننتظر معناها فهمتني في الوضعيه. وما عملش معناها بعد سمعت. هو بالنسبه لي انا هذه حكايه مهمه برشا، لانه انا كيف اعطاني الكيستيونير الثاني واللي هو مهم الاولاني هذاك قعدت تقول انت كويزين انتريور فهمتني طبخه نجموا فهمتني كذا. هذا الثاني شنو اللي قال معناها انت معناها انا مشيت اشتغلت معناها في برنامج تلفزي بدون اعلام معناها الاداره. الجواب نتاعي شنو اللي كان؟ انا قلت له راهو جرات العاده ان كيف نجيو نخدموا معناها في عمل كي نبدا على كرياسيون على انتاج مسرحي قبل نبداو على دو كرياسيون في نفس الوقت معناها في العروض واحد ما فماش وقت لا باش تروح لا باش ترقد فهمتني. جات الفتره هذه اللي المسرح الوطني رقد شويه، ولكن ما خلتش هو على ثانيا الركبه والخدمه والعرق، وشافنا كيفاش كنا نخدموا معناها هو اللي يقول ناس ما تخدمش وناس فهمتني كذا تحب به. كي اعطاني جاوبته انا على الكيستيونير. وقتاش اعطاني الكيستيونير؟ نهار 28 جوان 28 جوان جاني الكيستيونير. شو رمزيه التاريخ هذا؟ طبعا هاني جيتك 28 جوان رمضان مازال والبرنامج مازال يتعدى معناها في التلفزه فهمني. قال لي جاوب انا اي سيدي ايش بيك تخدم جاوبته. الجواب ايش كان؟ قلت له انا اجرات العاده ان نطلب ترخيص كي نبداو على انتاج في العمل، وقت اللي نبداو في الكرياسيون في الواحد بيان سور ديما انتاج عمل اللي يهم المسرح الوطني ما فيهاش حتى باش تغيب نهارين ثلاثه ما عندناش نخدموا في العام 15 يوم 20 يوم في المسلسل ويتعدى عندنا فهمتي موسميه معناها واضحه معناها ومفرقين حتى الايامات. وقت اللي تبدا استوفيت العمل نتاعك في المسرح الوطني وهذا العقد ديجا ينص عليه موجود، كي تستنفذ العمل نتاعك في المسرح الوطني معناها وتجيك خدمه تنجم تمشي تخدم على روحك معناها هذا وقت المفروض. تو كيف تقول انت فنان وانا فنان والخدمه هذيك والتعامل معناها موجودين تقول يا خويا هذايا سابقا يعيش خويا بالنسبه لي انا تو الحكايه هذه وفات المره الجايه فهمتني تطلب مني يعني جيت تطلب مني فهمتني تعمل مطلب استئذان واحد وكذا وتوفى الحكايه. هو لا ما جاوبنيش الجواب هذاك، خلى الامور ماشيه حتى اليوم 14 اوت تو تصور من 28 جوان ل 14 اوت اللي هو اخر عرض عملته تاع مسرحيه برج لوسيف. وبعد امر بايقاف السالير بتاعي واتخلت لي لو 17 اوت وقف السالير. وقتاش يرجعني سوا ديزون للعمل اعطيني باللي تلوجها باللي ما لقيتهاش هذا التفسير معناها الحكايه. يرجعني يوم 16 اكتوبر الاداره ترجعك فهمتي كذا مع معاقبتك بشهرين. نهار 16 اكتوبر اللي هو نهار العرض بتاع برج لوسيف معناها وقفني اخر عرض
فهمتي، ورجع لي للعمل. معناتها تصور تواريخ اختيار معناتها عنده معناها دلالته، معناها كيف لوجها بالقانون. انت راح يدهمنا الوقت، نحب ناخذ كلمه اخيره من عند محمد. انت في النقاط السوداء في المشهد الثقافي كيفاش نجموا معناتها نقضيوا عليها، كيفاش نجموا نجوزوها؟ اولا الساعه انا نحب نقول اللي راهو ساعات يلزمنا نتدخل، وادعو وزاره الثقافه الى التدخل لحمايه الفاضل، اي ما تبقى من سير جعايبي اللي في ظل هو اسمه يحتوي الحل، هو الفاضل الجعايبي. نحميه الفاضل مش جعايبي، الفاضل منه الطريف اللي بقى في ظل منه نحميه، فهمتي، من سير الجعايبي اللي قاعد ياكل فيه. لانه راهو لهنا ساعه على ساعه راهو انسان يلزمنا نتدخلوا، مش نحطوا له حد. كيفاش تتدخل مش تحط له حد؟ لانه الانسان هذاك ساعات هو ديما يظن روحه على بركه عظيمه، وديما يظن روحه اللي هو فهمتي معناها صحيح فوق الجميع. نفس الشيء كما زعيم بورقيبه في وقت من الاوقات معناها كان وقت يلزم نحط حد للمسير. بورقيبه قال تونس وانا معك. احنا في عندنا مشكله وعندنا حكايه اللي ساعات واحد ما يعرفش يحط نهايه او حد الى المسير. راهو سي الفاضل يلزمنا نحميه من سير جعايبي. هذا موقفك انت محمد، نشكرك عليه، نشكر زاد سلاح، ونتمنى له يتجاوز هالمحنه هذه. انا الحاجه ما نخبيش عليك، انا الحاجه الوحيده اللي معناها قلقتني ونخاف لا نهار اخر معناها تقلق حتى الناس معناها ناس اخرين اللي هما عاملين وشغالين معناها في ميدان المسرح، في ميدان الفن بصفه عامه، انه عامين مازال على الريتريت معناها الاداري معناها مش الفن معناها. وبصراحه ما نخبيش عليك، الشيء اللي خلاني مرضت انا حسيتها اهانه كبيره برشا، وهذايا تهم معناها كما تهمني انا نتصورها تهم ناس اخرين برشا اذا كانوا يتحطوا معناها في نفس لا ان شاء الله نتجاوزوها، ان شاء الله تكون الحلقه الاخيره من مآسي معناتها مبدعين اللي كنت ذكرتهم، كما صار منور سمادح، كما صار ولد احمد في فتره من الفترات لما اوقف على العمل او اطرد تعسف من بيت الشعر، كما صار العديد العشرات من الادباء. هالمآسي والمظالم ان شاء الله بالتعسف الاداري ان شاء الله يوضع عليها حد. انا بالمناسبه من هنا من القناه الجنوبيه من هذا الاستوديو نتوجه بنداء للمسرحي المبدع الكبير فاضل جعايبي انه يطوي هذه الصفحه وتتسوى وضعيه، لان الزميل المبدع الكبير المسرحي سلاح مصدق هو زاد هرم في المشهد المسرح الوطني، وهرم كذلك في الشأن الثقافي التونسي يلزمنا نحافظ عليه. ما نتمناوش أن يوصل الوضعية هذه نتيجة تعسف إداري أو نتيجة نعرات أو مواقف شخصية. نكرر النداء للأستاذ الكبير فاضل جعايبي أن يغلق هذا الملف قبل ما تزيد الأمور تؤول إلى ما لا تحمد عقباه. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام، أشكركم على هذه المتابعة وهذا الاهتمام، تصبحون على ألف خير. شكرا سلاح، شكرا.